السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنعمل مع بعض مكرونة بالصوص وال والفراخ. الأول عملنا طبعا بصلتين مع فلفلتين برضو 3، وتشوحيهم في بعض كده، معلقتين من السمنة. تمام. وبعد ما نشوحهم هنحط عليهم أي كمية فراخ عندنا. تمام. وبعد كده دي غلت معانا المية بتاعت المكرونة، ودي كمية المكرونة اهو، يعني مش مكملة كيس، نص كيلو او اقل كده. اهي دي معانا الفراخ بتاعتنا، نشوحها كويس جدا مع البصل، تدبل شوية. وبعد كده طبعا نضيف لها كل التوابل بتاعتنا، وكده نضيف لها كل التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه؟ طبعا قلنا شوية من الملح، وشوية من الكزبرة، وشوية من الجنزبيل، وشوية من القرفة، وشوية من البابريكا. هنضيفها كده عليها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ونقلبهم كويس كده ببعض. ودي المكرونة بتاعتنا نشوفها لسه كده ما استوتش. طبعا نصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وبعد ما لفت شوية كده هنضيف لها شوية من الخل اهو. الخل بيديها طعم حلو جدا، اللي ما يحبش الخل مش لازم، بس انا دايما احب احط لها خل، بيديها مزازة حلوة كده. عايزة تعملي لها كريمة تعملي لها، مش عايزاها براحتك، تاكليها كده عادي، تبقى خفيفة وسهلة. صلى على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كده هنصفي المكرونة عادي، وبعد كده هنحط عليها الفراخ بتاعتنا. وجبة سهلة وبسيطة، ونقول بالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.